30 سنة. 30 سنة يمه وأنا محبوسة في قوقعتي. حان الوقت اللي أطلع فيه من القوقعة. الله معاك يا بنيتي. حياكم الله ضيوفنا. اليوم حلقتنا راح تكون مع ضيفة مميزة، ضيفة ادعت إنها تمتلك نسبة ذكاء عالية، ولما سوينا لها اختبار الذكاء طلع ما عندها ما عند جدتي. معاكم الضيفة المميزة تساهيل. حياك يلا تساهيل، قولي لنا وش سبب الهجوم الشرس اللي جاك؟ الناس يظنون إني أدعي العلم والمعرفة، وراضين يقتنعون إني من جد عالمة. طيب حنا استضفناك في ذا البرنامج عشان تحسنين صورتك قدام الناس. أنا طورت النظرية النسبية. حسب علمي إن اللي طور النظرية النسبية هو العالم أينشتاين. أنا طورت فوق تطوير أينشتاين. طيب كلمينا عن النظرية النسبية. أنا سويت بحث طويل من 100 صفحة عن ذا الموضوع. طيب كلمينا عن هذا البحث. البحث في البيت. إيه طيب كلمينا عنه. بالله عليك لا تحرجيني يا نوير، قلت لك البحث في البيت. لا ما أحرجك، بس أبيك تكلمينا عن النظرية النسبية. عندكم موية؟ أحس ريقي نشف، أبي موية. لو سمحتوا جيبوا لها موية. تفضلي ذي الموية. ارتويتي؟ إيه الحمد لله. طيب نرجع لموضوعنا، كلمينا عن النظرية النسبية. أنا والله لو كلمتوني إنكم راح تسألوني ذا السؤال كان جبت البحث معاي عشان أقدر أناقشكم فيه. المفروض تكون معلوماتك حاضرة دامك باحثة في ذا الموضوع. والله يا ريت تطلعينا من ذا الموضوع، بلا نظرية نسبية بلا بطيخ. أنا أصلا جاي البرنامج عشان أوقف الناس اللي هاجموني عند حدهم. وش اللي بكاك؟ هجوم الناس كان مؤلم. أنا مقدرة شعورك، تحسين إن وجهك تناثر ومبقادرة تلقطينه، تحسين إن ودك الأرض تنشق وتبلعك، تحسين إن ودك تعيشين في مكان بعيد معزول عن أنظار البشر، صح؟ بالضبط، ذا الشعور اللي قاعد أعيشه حاليا. يا ريت يا ناس نحس ببعض، ترى بالنهاية قلوبنا صغيرة، كفاية نجرح بعض. إيه والله ذي الفكرة اللي حابة أوصلها. أحب أقولك خليك واثقة من نفسك، لا تهتمان لكلام الحاقدين. وش صار يعني إذا جبت العيد؟ ارقص في كل عيد تجيبينه. إيه بالضبط، ذا اللي قاعد أسويه. دي المديرة وش تبي مني؟ هلا نوير، أحب أقولك الحنة ما عاد نبيك تشتغلين معانا. ليه بسم الله، تونا بدينا، بس لقيت واحدة أحسن منك وبتشتغل مكانك. أنت وش فيك من لما رجعتي قاعدة تصيحين؟ تخلوا عني، ما عاد يباني أشتغل معاهم يما. خلاص خيرة، دوري لك مشروع ثاني. يما أبي فاصوليا. وأنا أبي فول يما. وأنا أبى أدس. طيب حبايبي الحين بسوي لكم اللي تبونه. مو أنا 1000 مرة أقولك لا تأكليهم بقوليات، دايما تلعب ببطونهم. وش أسوي لهم يما؟ هم قالوا لي يبون يتعشون عليها. واو الحمد لله لقيت وظيفة جديدة. حياك الله يا نوير، طبعا حنا ارتحنا لك ونبيك تشتغلين معانا. من جد؟ يعني خلاص بشتغل معاكم؟ إيه نبيك تشتغلين معانا، بس أنا عندي شرط. وش شرطك؟ أنا أعاني من تقلبات المزاج لمدة 3 أسابيع في الشهر، يعني أسبوع واحد اللي يكون مزاجي رايق فيه، فأنا أبي أشتغل معاكم في الأسبوع اللي يكون مزاجي رايق فيه. وباقي الأسابيع؟ باقي الأسابيع بخليها إجازة، وبشتغل شغل الشهر كله في الأسبوع اللي مزاجي رايق فيه. أجل توكلي على الله. أتوكل على الله يعني أشتغل معاكم؟ لا توكلي على الله يعني دوري لك شغل ثاني. عبودي اتفق مع مجموعة من زملائك تقدمون الإذاعة المدرسية يوم الأحد الأسبوع الجاي إن شاء الله. أبغى تكون إذاعة مميزة، وترى نهاية الأسبوع راح يكون في جوائز لأفضل الإذاعات اللي انعرضت في ذا الأسبوع.
أبشر يا أستاذ، راح تكون أفضل إذاعة حصلت في المدرسة. الحين راح نقسم الأدوار بيننا، كل واحد يقول وش وده يقول في الإذاعة. أنا أبي أقدم فقرة هل تعلم. أوكي خلاص، أنت بتقدم فقرة هل تعلم، وأنت يا فيصل وش تبي تقدم؟ أبي أنشد نشيد. بسم الله، بسرعة عدى الأسبوع، بكرة لحد علينا إذاعة، مو عارف وش أكتب. اكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، صباح النور، صباح الطموح والهمة، صباح الصعود إلى القمة. أساتذتي الفاضلين، أستاذاتي الفضليات، أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نبدأ إذاعتنا اليوم بنشرة أخبار بروكهيفن، والتي سيقدمها لكم الطالب. اكتب اسم الطالب. جعلني أروح فدوى لعيونك يا حظوظ يا بنت عمي، فكاتيلي أزمة، لي ساعة ماسك الورقة مو بعارف وش أكتب. أنا أبغى أشارك في الإذاعة، عندي شعر قوي أنا ألفته، أبي ألقيه على الناس. يمه أنا تعبان وبكرة علي إذاعة، اتصلي على عبودي وقولي له يدور أحد غيري. ذا اتصال من حامد. هلا حامد، وش تبي؟ أنا أم حامد. حامد تعبان وما يقدر يحضر المدرسة بكرة. أجل، مين راح يقدم فقرة هل تعلم في الإذاعة؟ خلاص لا تعنقدوها وهي بسيطة، خلوا أحد غيره يقدم الفقرة. مشكلة والله، حامد بيغيب بكرة وهو اللي عليه فقرة هل تعلم. خلاص أنا راح أشارك معاكم في الإذاعة وبقدم فقرة هل تعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، صباح النور، صباح الطموح والهمة، صباح الصعود إلى القمة. أساتذتي الفاضلين، أستاذاتي الفضليات، أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نبدأ إذاعتنا اليوم بنشرة أخبار بروكهيفن، والتي سيقدمها لكم الطالب إياد. تم القبض على مذيع قناة بروكهيفن لتورطه في قضية نصب واحتيال. تم القبض على الشخص الذي تعدى على جاره بعد أن قام الأخير بسقيا ورود الشرفة ونزول الماء إلى شرفة المعتدي. تم القبض على الأستاذة وفاء فنطل التي تعمل في متوسطة قمة العلم لتورطها في تغشيش ابنة أخيها. تم إغلاق مطعم أبو ركبة بعد اكتشاف أنهم كانوا يحضرون العجين فوق البلاط المتسخ. والآن نترككم مع الفقرة الممتعة هل تعلم، والتي ستلقيها عليكم الطالبة حظوظ. هل تعلم بأن الورد لا يعيش طويلا؟ هل تعلم بأن الأبراج تبدو لنا من الخارج ضيقة، ولكنها في الحقيقة من الداخل كبيرة وواسعة؟ هل تعلم بأن هناك اتفاقية بين الأسود وسكان الأدغال، بحيث أن الأسد لا يصطاد أبقارهم مقابل أنهم لا يصطادون الغزلان؟ واو، من جد ذا الكلام؟ والآن سنترككم مع الطالب فيصل الذي سينشد نشيد المطر. المطر نعمة المطر، يسقينا يروينا، يسقي الإنسان والحيوان، يروي الأشجار العطشانا. هذا نبات أخضر كان نباتا أخضر، المطر نعمة المطر. وأخيرا نترككم مع الطالبة جودي التي ستلقي عليكم قصيدة. يا طير يلي، يا طير يلي في قلبها السكرلي، تعال قلي وش اللي خلاك متخلي؟ خذ الماء وبلي ريقك الناشف اللي، من الصياح راح بلي وبلي وبلي، وانت يلي كذبتني قدام اهلي، عساك بالمحن ضف وجهك وولي، الضيف فوق راسي والمهلي ما يولي. خذ الضيف يا نورة ودليها الطريق دلي، وش فيك يا نورة معك صرتي تدلي؟ الطريق معروف قدام سيدة ثم يمين، يا الهللي يلي تسبوني خذوا من ذنوبي وخففوا علي حملي، المندي جاهز تبونه سفري ولا محلي؟ وش المهزلة المتمهزلة ذي؟
من الأستاذ اللي أشرف على ذي الإذاعة؟ أنا يا أستاذ صالح اللي أشرفت على ذي الإذاعة. يعني بالله عليك ذي إذاعة لائقة تنعرض قدام الأساتذة والطلبة؟ لا والله، إنها إذاعة تسود الوجه، بس غلطتي إني ما راجعتها قبل العرض. أنا 1000 مرة أقول لكم الإذاعات تتراجع قبل ما تنعرض. أبشر يا أستاذ صالح، العذر والسموحة منك، إن شاء الله الغلطة دي ما عاد تتكرر. حسبي الله على إبليسكم، فشلتوني قدام المدير والمدرسة كلها. يا أستاذ وش نسوي؟ ترى حاولنا نطلع أحسن ما عندنا. اسمعوا، المرة الجاية بضبط لكم إذاعة احترافية، وفي نهاية الإذاعة تذكرون اسمي وتقولون كانت الإذاعة تحت إشراف أستاذ الرياضيات حميدو أبو السلامة. أبشر يا أستاذ.